ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عملنا مع بعض السمك المشوي الحلو ده. عملناه في الفرن من غير دخان، ولا عملناه على الطاسه من فوق بالصاجه دي من فوق تعمل لك دخان وتملي الشقه دخان. لا، عملناه في الفرن. عملناه بطريقه سهله خالص وطلع ما شاء الله جميل ازاي. ولا تروحي بقى للسماك عايزه على الكيلو 20 جنيه ولا حاجه. هوريكي بقى التتبيله بتاعته وهوريكي كل حاجه فيه طريقه كويسه. وعملنا جنبه بقى السلطه الحلوه دي برضو النهارده، وكان جرجير جنبه، وعملنا الرز، وعملنا المخلل اللي احنا عاملينه مع بعض ده. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك او قلب حلو زي كده. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل بقى النهارده سمك كده. انا جبت السمك ده النهارده على 80 اهو. قلت ده ب80 اهو. هنضفه كده، اغسله بقى ونضفه كويس بالليمون والدقيق. وعشان انا خليته فتحولي، انا هحشيه وده واشويه على في الفرن، مش هقليه عشان ما عنديش زيت. هنا بقى جهزت له اهو الخلطه اللي هحشيه منها جواه في قلبه. دي طماطمايه صغيره كده مقطعاها، وقرن فلفل صغير، ونص قرن فلفل حامي، وعود خضره، وتوم من اللي انا مفرجاها اهو، وبصله، وقطعت له كمان بصلايه صغننه كده كمان الحشو جواه. وحطيت بقى التتبيله بتاعته ملح وكمون وكزبره ناشفه وشويه بابريكا اهو. دي اللي هحشيه من جواه، وانا هشويه في الفرن كده اهو. هغسل بقى السمك الاول. انا جهزت التتبيله عشان هغسل السمك على طول كده بالدقيق والليمون. هغسله حلو قوي، وبعد ما اغسله حلو قوي واصفيه مخليش جواه حاجه. هقوم متبله بالتتبيله الحلوه دي وانا بحشيه. انا ما بسيبش بطنه مقفوله واحشيه واشويه، لا انا بحشيه كده الاول. لو في كرفس كمان كنت بحط، بس ما عنديش كرفس، مفيش كرفس دلوقتي في السوق. هو عود الخضره والفلفل والبصلايه الصغيره دي والطماطمايه والتوابل اللي انا قلت عليها دي. عندك بهارات سمك حطي، ما عندكيش انا حطيت بس ملح وكمون وكزبره وبابريكا، وممكن احط لهم شويه بتاع ده كركم او كاري. هحط برضو شويه كركم او كاري دلوقتي مع الثوم. هغسله بقى واعمله بالرده وادخله الفرن يتشوي. هنا بقى السمك اهو، انا حشيته كده اهو من جوه اهو بالتتبيله اهو اللي احنا عملناها مع بعض اهي. التتبيله اهي حشيته كله، وادي الرده اهي. احطه في الرده دلوقتي وادخله الصاج. اما يخرج بقى التحتيقه بتاعته دي علبه اهي حاطه فيها كده ايه يعني ما يجيش نصها ميه. الحاجات بقى اللي هنحدق بيها دي نص كوبايه خل اهي معايا، دي 3 ليمونات هعصرهم، دي نص معلقه كزبره ناشفه، دي نص معلقه كمون، ده كرفس انا كنت بجيبه وبمسكه انضفه واحطه كده يتحمص وانشفه، بيبقى ناشف عندي. دي كده نص معلقه هريسه شطه اللي احنا عملناها مع بعض، ودي حته توم برضو من اللي احنا مفرزينها، ودي نص معلقه بابريكا، ودي حته فلفله برضو حاميه. اللي عايز الحاجه تبقى حاميه يعني يحط زي ما انا حاطه كده، مش بيحبها اول حاجه يعني مشطشطه خلاص يستغنى عن الهريسه او عن الفلفل. ودي معلقه ملح كبيره اهي. دي الحاجات اللي احنا هنحطها هنا اهي. ادي الخل، ودي كل المكونات اهي هنزل بيها اهي كلها اهي. وهندوق برضو التحديقه عشان نشوف عايزه ملح تاني ولا مش عايزه او توابل. وهنا برضو هعصر الليمون اهو اهو.
السمك بيحب الليمون، حطي ليمون على قد ما تقدري اهو. كده التحديقه اهي. السمك بقى هحطه في الردة وادخله في الصاجة كده في الفرن، ولما يخرج هحطه بقى في التحديقة دي وهعمل جنبه رز وهعمل سلطة كده اهو. حطيته في الردة اهو، وهدخله بقى الفرن يتشوي. هدخله الفرن ولا هحطه على البوتاجاز من فوق ولا حاجة، انا هدخله الفرن بس يتشوي من تحت الشواية. بعد ما خرج اهو من الفرن بصوا اهو، كله على الصاجة الفرن اهو. بصوا طبعا سخن جدا مش عارفه امسكه اهو. شفتوا انا جبت ده النهارده، والسماك عايز ياخد في الكيلو على شويه 20 جنيه. طب ليه؟ انا هعمله في البيت احسن كذا مره وانضف اهو. وانا وريتلكم التتبيله، وريتلكم الحاجه اهو. بصوا وقلب نفس الحشوه اللي فيها اهي. القلب اهي، الحشوه زي ما هي ما خرجتش ولا حاجه اهي اهو. ظبطي بس التحديقه بتاعته دي حلو اهو. انا بس هستنى شويه على ما الرز على النار بيستوي. هحطه كده هنا في الكيسه كده عشان يفضل سخن اهو. بصي تحطي كده في كيسه كده اهو، يفضل سخن زي ما هو اهو. بصوا اهو برضو الناحيتين الاتنين اهو، ولا مهري ولا في اي حاجه اهو. اخر حاجه بقى تحطي عليه الليمون وخلاص تبقى الف هنا. ولو الطريقه عجبتك ما تنسينيش في اللايك والاكسبلور وقلب حلو زيك كده. دي كانت طريقتنا النهارده في السمك المشوي.